جواد قناة في قلب قضية اعتداء بمدينة مراكش، والأخير يخرج عن صمته عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي على انستغرام. بقوا معايا المزيد من التفاصيل. في واقع هزت مدينة مراكش، وضع خبير التجميل المعروف بجواد قنانة تحت تدبير الحراسة النظرية عقب شكاية تقدمت بها زوجة فنان شعبي تتهمه فيها بالاعتداء عليها. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد لجأت المشتكية إلى المصالح الأمنية وقدمت شكايتها مرفقة بشهادة طبية توثق ما تعرضت له، ليتم فتح بحث أمني تحت إشراف النيابة العامة بالمدينة. الدائرة الأمنية 22 استمعت إلى الطرفين مطلع الأسبوع الجاري قبل أن تتخذ الإجراءات التي أفضت إلى وضع جواد قنانة رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق. وفي خضم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، نشر جواد قنانة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الخاص بانستغرام تدوينة قال فيها: حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفي كل طياح الباطل على الناس، في إشارة بدت كأول رد منه على التطورات الأخيرة التي شهدتها هذه القضية.